هل تساءلت يوما عن سبب اختفاء بعض الكراتين المحبوبة لديك على شاشة التلفاز؟ أنا أعني إذا رجعنا قليلا للماضي فسنجد أن قناة كارتون نيتورك كانت تبث مجموعة من العروض الممتعة كالدببة الثلاث وأوكي كيو والعديد من هذه الأعمال الرائعة. لكن الآن وفي 2024 حدث فرق شاسع بين كلا الفترات. اليوم قد قل عدد هذه الأعمال بشكل هائل ومروع. هذا الشيء جعل العديد من الناس تتساءل عن سبب هذا الاختفاء، وهل سوف تبث هذه الأعمال مجددا أم لا؟ لقد قمت ببحث طويل حتى وجدت السبب الحقيقي وراء هذا الاختفاء. أنا المحقق تونز، واليوم سوف أشارككم السبب الحقيقي وراء اختفاء هؤلاء الأعمال. كبداية لن نجد أفضل من كرتون الدببة الثلاث، وأنا أعني الأصلي وليس الريبوت الطفولي الذي يعرض الآن. إذا أن العرض تميز بحلاقته الكوميدية ومغامراته الرائعة، ولقى الكرتون دعما كبيرا من الأطفال والكبار، وكان بمثابة قنبلة لكارتون نيتورك في 2019. حرفيا صغير كبير يشاهد هذا الكرتون ويستمتع به، ومن ضمنهم أنا وأنت أيضا. ومع ذلك فإن إلغاء هذا العرض كان بمثابة كارثة لشركة كارتون نيتورك، إلا أنهم قد خفوا الوضع بالريبوت الذي يعرض الآن. لكن ما الذي جعل كارتون نيتورك تلغي هذا العرض الأصلي وتقدم الريبوت؟ الأمر وكل ما فيه أسباب مالية. حرفيا كارتون نيتورك تركز على المال وتريد جنيه بسرعة، ولأن الكرتون لم يدخل لهم المال كما كانوا يتوقعون ألغوه وصنعوا ريبوتا للأطفال، لأن الأطفال كما تعلمون يبقون ساعات وساعات طويلة على التلفاز. وأيضا متابعين كارتون نيتورك الآن حاليا كلهم أطفال تقريبا، وفي نظري أن هذا السبب غبي أكثر مما هو مادي. يحيى أنجيلو، هذا الكرتون الذي عشنا معه ذكريات في الصغر، والذي كان يحكي عن مغامرات الشاب يحيى الذي كان يمثل أغلبيتنا في صغره. أنا شخصيا كنت من الذين لا يحبون هذا العرض، لكن عندما كبرت وفهمت المقصد والمغزى من القصة أدركت أنه تحفة فنية لن تتكرر. وسبب كرهي له أنني كنت صغيرا ولا أفهم أي شيء من العرض. المهم إن كرتون لديه جمهوره لحد الآن، لكن العرض مختفي من الشاشة منذ أعوام عدة، والأسباب وراء ذلك كالتالي. لكن دعوني أوضح لكم فكرة. أعتقد أنك تقول في ذهنك الآن أن الكرتون قد انتهى قديما، لكن ذهنك على خطأ يا عزيزي المشاهد. والدليل على هذا أن الموسم الخامس من هذا العرض أصدر قبل عامين تقريبا، لكنه لم يدبلج ولم نراه على الشاشات العربية، لكنه عرض مرة واحدة في قناة فرنسية. الآن السبب وراء اختفاء أنجيلو هو شخص واحد، كلمتان فقط: طارق منير. ولمن لا يعرفه فهذا كابوس كارتون نيتورك في السنوات الماضية 2015 إلى 2017. ستسألني لماذا؟ لأنه حرفيا حذف مجموعة من الكراتين المتميزة، من ضمنهم كرتون يحيى أنجيلو، بتهمة وحجة العنف الزائد واللقطات الغير اللائقة. وهذا القرار جعل كارتون نيتورك تخسر العديد من محبيها في ذلك العصر. أوكي كيو، الكرتون الذي كان ولا زال من أفضل الكراتين التي شاهدتها في السنوات الماضية، وقرار إلغاء عرضه ترك آثارا سلبية علينا، لأن أغلبيتنا كان يحب هذا الكرتون ويستمتع بمشاهدته رغم حلقاته المتلخبطة. أما الآن فآثاره غابرة على شاشة التلفاز، والسبب وراء ذلك يرجع لانتهاء الكرتون. أنا أعني أن الكرتون قد انتهت حلقاته أو مواسمه، ولم يجدوا جديدا له كي يعوضه في التلفاز.
كلارنس، هذا الكرتون ليس مختفي، لكنني أريد أن أشير إليه في هذا المقطع، وبسبب مقطع سابق عندي في القناة تحدثت في ذلك المقطع على أن الموسم السادس الجديد من هذا العرض سوف يصدر قبل شهر تقريبا، لكننا لم نرى أي موسم ولا أي شيء. وأنا أريد أن أوضح أن ذلك المقطع جمعت معلوماته من مواقع وأماكن مختلفة، ولم أقل أنها أخبار رسمية من الشركة، وأعتقد أنها من عند الفانز، وأيضا يمكن أن تكون حقيقية ويمكن لا، بالإضافة إلى أنني رأيت العديد من التعاليق السلبية التي كانت تهاجمني في التعليق، اعتقادا منهم أنني صاحب الأخبار وأنا أعمل في شركة كارتون نيتورك. خلاصة، أنا شخص عادي مثلي مثلكم، إذا وجدت شيئا متعلقا بالكرتون أشاركه معكم لأنني أحب ما أفعل. شكرا لأي واحد تابع هذه القناة وشاهد مقاطعها، أنا أشكرك من كل قلبي. لولاكم لما وصلنا لهذا الرقم من المشتركين، ونحن نحقق أحلامنا إن شاء الله خطوة بخطوة. هذا بفضل الله أولا وبفضلكم ثانيا. شكرا لأي واحد تابع هذه القناة. كان معكم أخوكم المحقق تونز أو محمد، والسلام عليكم.